هنعمل كده ايه شوية كيكة حلوين. يلا هنجيب معانا 3 بيضات، هي دي كل المقادير بتاعتي. 3 بيضات كده هتجيبيهم هتكسريهم طبعا كده على مهلك اهو، وحطي كده حاجتك في قلب بعضها عشان ما تكركبيش الدنيا حواليكي اهو. بسم الله كده. لو اول مره بتشرفيني اهلا وسهلا بيكي، ارجو منك الدعم واللايك والسبسكرايب واشتركي كده في القناه اهو. شويه كده من الفانيليا السايله، انا بحب السايله بصراحه، بتديني نتيجه اكتر من اللي هي بتبقى في الظرف دي. انا بحس ان الظرف دي بصراحه بتسيب كده بعض الزفاره. خلاص اهو هقلبهم كده شويه حلوين كده من 5 دقايق ولا حاجه اهو. اهم حاجه عشان تدخلي الهواء فيها فتنفش معاكي في الاخر. وطبعا لازم يكون البيكنج باودر يا جماعه يكون التاريخ بتاعه ساري، يكون حديث، يعني ميبقاش متخزن عند السوبر ماركت او مخزنه عندك، لازم يبقى طازه اهو زي ما انت شايفه كده اهو. انا بعملها بايديا بصراحه، ما بحبش اعملها لا في خلاط ولا في كبه ولا قصدي عجانه، يعني كده بسرعه واسرع يعني. في الحاله دي بقى هضيف كده السكر، وانا بضرب كده اهو. كوبايه سكر، اذا بتحبيها مسكره او حطي كمان نص. شايفين كده انا بقلب في اتجاه واحد يا بنات، ما بقلبش كده وبعدين كده هبوظ الكيكه، لازم في اتجاه واحد يا يمين يا شمال اهو. هخليكي استاذه في الكيكه، تابعي بس الخطوات دي. انا حاطه 3 بيضات، لو انت بقى عايزه تضاعفي هيبقى ايه، بدل 3 بيضات هيبقى 6 بيضات، بدل ما كوبايه ونص دقيق هيبقى 3 كوبايات دقيق، بدل ما كوبايه زيت هيبقى كوبايتين زيت. ارجو يكون التصوير واضح معاكم. خلاص كده اهو، واهم حاجه تقلبيها كويس. خلاص يا بنات، احط بقى الزيت كده شويه اهو، كل حاجه حطيها شويه بشويه. عايزه تنكهيها مفيش مشكله، بس انت مادام حطيتي فانيليا هي هتبقى حلوه جدا، وكمان لسه هنحط كاكاو خام اهو. خلاص كده اهو. طبعا وانا بعملها هكون مولعه على الفرن، انا نسيت اولع على الفرن فهولع عليه بسرعه على ما اخلص بقيه الخطوات دي. انا هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو عن البوتاجاز بتاعي وازاي بستخدمه وازاي كمان بنضفه، هقول لكم على نوعه وكنت جايباه بكام. البوتاجاز بتاعي من النوع اللي هو لازم تدوسي شويه على الزرار 20 ثانيه عشان ما يفصلش منك اهو. خلاص كده، خلاص اكمل معاكم بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. التقليب ده هو اللي هيرفع لك الكيكه وينجحها لك اهو. هجيب بقى الدقيق، والدقيق ما بحطوش كده يا بنات مره واحده، لا انا بحطه زي ما انتم شايفين كده في منخل او في مصفى زي دي كده، وبحط كده بالراحه. حطيت شويه هما دولت كوبايه ونص دقيقه يا بنات، لو حبيت ازود تاني هزود اهو. وانا بعمل كده اهو بوقف الايد دي وبشتغل بالتانية بالراحه، لكن الدقيق ما ينفعش ابدا ان انت تحطيه مره واحده اهو. اول ما بلاقيه باش كده في البيض والسكر مع الزيت بقى ايه بكمل كده، اجي حاطه الباقي اهو باش اهو، احط تاني
مش مرة واحدة. اهم حاجة البيكنج باودر هحطه دلوقتي اهو. طبعا عايزة تضيفي شوية لبن مفيش مشكلة. اما تلاقيها ماشية يعني بالعافية معاكي كده في الطبق، حطي لها شوية لبن. مفيش لبن حطي شوية مية اهو، مفيش اي مشكلة خالص اهو. وما تعمليش الحاجة وانت خايفة اهو، بالراحة اهو. هجيب كده باكل البيكنج باودر بتاعي اهوت. البيكنج باودر ده جميل جدا يا جماعة. اهو اقلب كده بالراحة زي ما انتم شايفين كده اهو. احط الباقي وبرده بالمنخل بتاعي، عشان انا كده بدخل الهواء في العجينة بتاعتي فبتتضاعف معايا وبتبقى ناجحة جدا اهو. خلاص احط بقى بقية المقدار بتاعي. ده النص، المعيار ده نص يا بنات، والمعيار التاني ده ده كوباية. هتلاقوا مكتوب حتى عليه كوباية اهو، اقربه لكم برضو شوية بشوية. على مهلك خالص اهو. في ناس بتحب تعملها في العجانة مفيش مشكلة طبعا براحتك، لكن انا بستسهل بصراحة، لسه اقعد اغسل في عجانة واشيل واحط، فانا كده اسرع لي واسهل لي اهو. هلم الحاجات دي كلها اهوت، احطها في جنب واكمل اهو يا بنات بالراحة خالص اهو. هي هنا بقى شرقانة اهيت، فهي عايزة شوية مية لان انا مش عندي لبن دلوقتي. واللبن برضو المية قصدي او اللبن تدريجيا اهو. مية من الحنفية عادية خالص اهيت اهيت. ان احتجت تاني هحط، لكن مش هحط مرة واحدة ابوظ العجينة اهو. شايفين نازلة شريط ازاي؟ شايفين يا بنات اهو. عايزة تضيفي شوية جوز هند ماشي مفيش مشكلة طبعا، يعني زي ما انت عايزة وزي بقى انت بقى بتحبي اهو. شايفين يا بنات اهو. طب الكاكاو هحطه دلوقتي، هوريكم انا هحطه ازاي اهو برضو. بس انا مش عايزة احط دلوقتي لان انا هحط نص المقدار وبعدين هحط على النص التاني علشان اخليها كده مشكلة في بعضها. اوريكم الصينية بقى اللي انا هحط فيها. هدهن الزيت الصينية اللي معايا عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم اهو. هدهنها كده زيت، وقلنا الفرن يبقى شغال، يعني اول ما ابدا في الخطوات يكون الفرن شغال. انا بتاكد بس انه شغال اهو معاكم اهو يا بنات كده. انا عاملاها دي ليه؟ لان هعملها كده زي الجاتو، مش عاوز انها تكون منفوشه قوي معايا. اهم حاجه تدهني الصينيه بتاعتي كويس، وانا مش بحط دقيق بعد الزيت بس كده خلاص. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده. انا احط شويه
شايفين كده. هكمل بقى بالكاكاو، ولو احتجت برضو شايفين اهو، لو احتجت برضو دقيق هحط زي ما انتم شايفين كده اهوت. دول 3 معالق من الكاكاو، 3 معالق كبار او اكتر شويه. خلاص. هي هنا هتعوز ميه اهي، بالراحه خالص مع نفسك كده. شايفين الكاكاو ده كاكاو خام يا بنات. لو ما عندكيش كاكاو خام هتحطي بقى ايه، هتضاعفي المقدار شويه، عشان الكاكاو التاني اللي هو اللي بتاع الشرب ده بيبقى خفيف شويه، فما بيديكيش اللون ده. ده هو اللون غامق، بس الكاميرا اللي بتفتح شويه زي ما انتم شايفين كده اهو. احط لها كمان شويه دقيق. طلع المقدار التاني ده معلش. نسيت ادخله بقى، بس مش مشكله يعني اهو. زي ما انتم شايفين كده. تحتاج ميه اهو. انتي عينيكي تبقى زي الميزان، بتبقي عارفه انتي محتاجه او مش محتاجه اهو. اهم حاجه بس ان انتي تدخلي المكونات كلها في بعضها اهو. شايفين المنظر عامل ازاي اهو. خلاص كده، شويه ميه صغيرين. هقلب تاني كله في بعضه، كله في بعضه كده. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، ومش مكلفه اقتصاديه، مش مكلفه ابدا. 3 بيضات وكوبايه سكر، كوبايه ونص سكر بالكتير، كوبايه ونص دقيق او كوبايتين الا ربع دقيق، ونص كوبايه زيت، يعني مقاديرها اقتصاديه جدا اهي. خلاص كده يا بنات اهو. اهو كده. نجيب بقى نشيل بقى الحاجات دي. اهي يا بنات كل حاجه قدامكم اهي. منظر بقى هو نازل كده، يا سلام. عايزه تتاكل كده والله. انا عادي ممكن اكلها كده. انا من عشاق الشوكولاته بصراحه. انا بنتي واقفه جنبي هتتهبل والله. هي بتحبها كده، بس طبعا غلط يعني، ان بيبقى لسه بيبقى البيض لسه نايم، لكن هي شكلها مغري بصراحه. نزل كده كل حاجه ننزليها اهي زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا بقى اسويها. هساوي ومش هلخبط يعني، هساوي كده. طبعا هي ما بتخش الفرن كمان بتفرد نفسها، لكن انتي برضو اعملي اللي عليكي وافرديها اهو. افردي بقى براحتك خالص اهو. افردي كده في الفراغات دي شكلها في الاخر بقى بيبقى تحفه. ما تزوقيها بقى كده من فوق باي حاجه بقى. عندك صوص شوكولاته ماشي. نشوف كده نعمل كده دلوقتي مع صوص شوكولاته ولا حاجه. عندك شوكولاته برمسيل، عندك اي كريسبي شوكولاته، اي حاجه عندك
ان شاء الله حتى جوز هند عادي مفيش مشكله، شويه زبيب عادي براحتك، اللي متوفر عندك حطيه عليها، يعني مش شرط انك تكلفيها قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بس ايه بالراحه كده هساوي الطروف بتاعتها والجناب دي عشان ما تتحرقش مني في الفرن اهو، وتطلع ريحتها بدري فيتهيألك انها استوت. والطريقه دي او الصينيه ما بتكون مفروده كده يا بنات ما بتاخدش منك وقت طويل، يعني هي ربع ساعه ولا حاجه، تلت ساعه بالكتير وتبداي تبص عليها. ولو الفرن بتاعك حامي شويه ممكن تكون استوت كمان في الربع ساعه. خلاص كده تعالوا بقى نشوف ايه. انا هحطها في الفرن وهدخلها في الفرن لمده ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، وبعد كده ارجع اوريها لكم تاني. ادي يا جماعه الكيكه اهي بعد ما خلصت وطلعتها من الفرن قعدت حوالي تلت ساعه. انا عملت لها الشوكولاته كده اهوت، كاكاو خام وشويه كده من السكر عليهم شويه لبن اهو، تسقيها كده هحطها لكم بقى كده على اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، اقربها لكم اهو. حاجه تغيير كده، يعني مش كل مره تعمليها بنفس الطريقه، غيري كده وجربي وشوفي كده هتعجبهم وهتطلع معاك حلوه والله مش وحشه. تقيل الصوص بتاعك تخففين، المره دي طلع معايا خفيف شويه، اللبن كان كتير شويه اهو. طبعا انا هقطعها في الاخر مش دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده. هلونها كده معاكم بقى بشويه فورماسيل حطي كده على قد ما تقدري اهو، ازوقها معاكم بقى بشويه فورماسيل كده. ده شويه فورماسيل اهوت بني اللي هو اهو. شوكولاته الفورماسيل دي يا جماعه موجوده عند العطارين او عند بتوع الحلويات اهي برضو. ده فورماسيل برضو بس ملون بيدي شكل حلو كده. اهو يا بنات اهو، حاجه بس تكسر اللون البني بتاع الشوكولاته، هي من جوه ابيض على بني، يعني شوكولاته على فانيليا مش ساده يعني. عندي برضو ده كريسبي ابيض، شوكولاته بيضه، البني كمان البني كمان. حط كده شويه كده يكسر بس اللون، مش هكتر منه عشان الكبير ده لما باجي اقطع بيبقى بيضايقني شويه في التقطيع. الكبير ده الابيض الكبير ده خلاص كده يا بنات. ممكن بقى تحطي عليهم شويه موز كده لو عندك موز، بس مش مشكله. اقطع كده شويه موز او اصورها لك يعني حاجه بسيطه كده تدي شكل جمالي بس.
اغطي ده كده بشويه من الفاضل من الصوص. انا بقى اقطعها دلوقتي يا بنات اهوت معاكم كده زي الجاتو. الجاتو بيبقى رفيع كده والتقطيعه بتاعته بتبقى طويله شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده، مش عايزه اقطع ايوه. ويا بنات كده بقى تعالوا نقطعها كده مع بعض. هنقطعها زي الجاتو بالظبط اهو. اه اوكي بقى اللي فيها موز دي كده. ها ايه رأيكم؟ جربيها كده، شكلها حلو والله. هي شايفين من جوه كمان بيضة اهيت في بني اهو، وسمكها حلو جميل جدا مش وحش. تعشي بيها، تفطري بيها في مناسبة، تعمليها كده مع كوكاية حلوة. بس تعمليها مدورة بقى طبعا، وما تبقاش في حاجة مربعة كده، لا تعمليها بقى في صينية كده تكون مدورة. ارجو يكون الفيديو عجبكم، ارجو منك الدعم والاشتراك، سبسكرايب واللايك. يلا نشوف هنعمل ايه تاني.